السعودية ستمرغ ما معقولة الإمام يقود حرب وما ينتصر بيها. نعم. أبدا، الإمام الآن يقود الحرب، وراح أقول لكم كيف يخرجون إليكم أصحاب الإمام الحجاج. نعم تفضل. الإمام شايفين هذا التورش اللايت آخر ما صنعوه، يعني في الأجهزة هذا التورش اللايت هذا اللي نعم. تمشون به بالظلمة. نعم. فآخر ما صنعه علماء الإمام هذا التورش، بعدهم يعني كملوه. هذا بشرى لكم يعني حتى تمنون ايش قد احنا نقدر نقاتل. نعم. هذه الطائرة من تصعد مجرد أن يوجه يطلع من عنده شعاع ليزري نعم. إلى الطائرة يسقطها في الجو. شعاع ليزر قادر على كل جندي عند الإمام عنده هذا التورش، يسقطها في الجو، يمنع عنها يعني الاتصال، فيكون الطيار أعمى فيسقط الطائرة في الجو أو يحرق شنو خزان الوقود. أقسم بالله قد جرب قبل 7 أيام. وهيدا الليزر هالقد مطور انه قدر يوصل هالابعاد. اسمعوني طبعا ايه نعم، القدرة الإلهية فائقة. قد جرب قبل 7 أيام. من 7 أيام حضرتك يعني مدرك؟ أنا قلت لكم على هذا الكلام وأنتم أحرار، أقول لكم قد جرب من قبل 7 أيام. ما بعرف المشاهدين اللي هلا قاعدين ببيوتهم عم يسمعوا هذا الكلام شو بدهم يقولوا. قد جرب قبل 7 أيام، واعلموا ستجدون أشياء تفاجئكم. ستحرق الدبابة وهي واقفة مجرد بهذا. كان هو كمبيوتر فطور لأنه صعوبة حمله نعم. للجندي. صارت أجهزة بتقدر أنها صارت تنحمل محمولة. نعم، كان قبل 4 سنين أو 5 سنين كان كمبيوتر فطور، يعني اللي هو صار لايت. نعم. هذا اللايت اللي خفيف على الحمل، بشاشة صغيرة اللايت، بس توجهه بإيدك هيجي يعطي رأسا يتصل بالطائرة قبل بالذبذبة مال الطائرة، تطلع الشاشة صغيرة، الشاشة مالتها الكبرى. يعني هيدا سلاح من أسلحة، من أخطر الأسلحة. ما بظن نشوف أمريكا وعلمها وين يصير. نشوف أمريكا وعلمها وين يصير وتفر عنها. نعم بالفعل. يعني هيدا حضرتك ورد أشوف القوات السعودية المهاجمة اللي طلعت كل شجاعتها على أخواننا العزل باليمن، وين يصيرون؟ ستمرغ أنوفهم بالتراب قطعا يا سيدي ومولاي يا أبا صالح، قطعا ستمرغ، قطعا ستمرغ بإذن الله. إذا حضرتك قلت أيضا ببداية مقدمتك حيكون في هناك إعجاز في السماء، نجم في الهواء، شيخ قد قتل، انفجار في الكويت مرة أخرى، وزلازل وبراكين في العالم. ماذا بعد؟ يعني إذا بدنا نرجع للمقدمة والأشياء اللي حضرتك تكلمت عنها فيها، هيدي أبرز النقاط، شو بعد حيكون بعد هيدي السلسلة من الأحداث اللي عم بتصير؟ خلاص أنا اللي عندي اكتملت المرحلة الاكتمال القدري. نعم. وأقول للعالم تهيئوا خلاص، يعني